سيد ممثل السلطة، إخوة الحضور، بطبيعة الحال هذه النقطة كتناول واحد القضية مهمة ومرفق من المرافق الأساسية بالنسبة للمدينة، لأن عندها علاقة مباشرة بالمواطن، خاصة المواطن اللي ما كيملكش واحد الوسيلة ديال التواصل وكيضطر يوميا يستعمل حافلة النقل. أكيد أن هذا الملف، وهنا يسمحوا لي الإخوان، أنه تدبر بواحد الحالة استثنائية، لأن عقد الامتياز هو عقد استثنائي وغير مؤطر بالقوانين الجارية، وإن أكثر الفقهاء في المجال القانوني كيقولوا أنه لا يخرج عن عقود تدبير المفوض. على كل حال، كان من المقبول في سنة 1995 في ظل عدم التطور القانوني أننا نديروا هذا العقد في شكل عقد امتياز، ولكن من 1995 حتى 2015 هناك واحد المجموعة ديال التغيرات على المستوى القانوني. هذه التغيرات القانونية كلها كانت تهدف لحماية الصالح العام، لتطوير الجودة ديال خدمة المرافق العامة، سواء من خلال القانون 50/54 أو من خلال القوانين المؤطرة للصفقات العمومية 2007 واللي تعرضت لمجموعة من التغييرات آخرها 2014، واللي الهدف ديالها كلها هو تطوير وتجويد الخدمة ديال المرفق العمومي اللي أصبحت تتناول واحد المجموعة من الحقوق الجديدة، من بينها البيئية ومن بينها حق المعاقين، من بينها مجموعة من الحقوق اللي ما كانتش منصوص عليها في الاتفاقيات أو في القوانين السابقة. فبالتالي خصنا نتفقوا على الأمر المبدئي، هو أن الامتياز هو عقد استثنائي. التمديد ديالو أيضا حالة استثنائية، ماشي غير بالمنطق ديال قانون التدبير المفوض في المادة 13، ولكن أيضا بالمنطق ديال القانون أو العقود الإدارية، لأن في نهاية المطاف عقد الامتياز لا يخرج عن العقود الإدارية، هو عقد من العقود الإدارية يحكم القانون ديال العقود الإدارية، فالتمديد ديالو يعتبر استثناء لظروف معينة. هذا التمديد الأول. الآن نحن نتحدث عن التمديد الثاني، وهنا نبغي نحيي المجلس الحالي لأنه طرح هذه النقطة بشكل علني والنقاش ديالها بشكل يعني علني وشفاف، في حين أن التمديد تم في دورة استثنائية وفي دورة سرية. نقول للإخوان ما كانش التمديد موفق، لأنه ما يمكنش نرهنوا المدينة لواحد العقد في ظروف استثنائية لواحد 10 سنوات أخرى أو حتى 5 سنوات أخرى. علاش؟ لأنه قبل ما نتحدثوا على التمديد كان علينا أننا نديروا واحد التقييم ديال هذه 20 سنة وديال الأداء ديال هذه الشركة من خلال هذا المرفق. واش كان أداء موفق؟ واش احترمت فيه كلش التحملات السابق؟ واش كانت المحطة ديالها في الجودة المطلوبة؟ واش كان التشوير المطلوب في المحطات موجود؟ واش كان التجديد الدوري ديال الحافلات؟ واش كانت المراقبة التقنية كتتم بالشروط الموضوعية؟ واش كان المجلس كيخضع هذا الشيء كله للمراقبة ديال المصالح ديالو؟ واش كان كيحترم الشروط البيئية؟ واش كيحترم المعاقين؟ واش كيحترم واحد المجموعة من الفئات؟ مجموعة من التقارير ومجموعة من الأشياء كتأكد بأن الخدمة ما كانتش في المستوى المطلوب. وهنا خصنا نفصلوا بين أمرين، بين تدبير المرفق وبين العمال. العمال بطبيعة الحال لابد أن ندافع عن حقهم، وحتى يدبر المرفق بأي طريقة كانت خص يبقى الحق ديالهم محفوظ، ولكن من حق المواطن أيضا أنه يحصل على تدبير المرفق بشكل يعني في جودة عالية إسوة بمجموعة من المدن. لذلك أعتقد السيد الرئيس اليوم خص يكون عندنا الجرأة أننا نناقشوا الاتفاق في حد ذاته ونناقشوا الطبيعة ديالو. ماشي مشكل أننا نجدوا مع فوغان، ماشي هنا الإشكال، ولكن وفق شروط جديدة، وفق مؤشرات جديدة اللي تعطيها لنا هذه الشركة على أنه عملية ماشي في الأوراق اللي تأكد لنا على أن هناك فعلا تغيير. لذلك السيد الرئيس ادعو إلى أن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من النقاش، وتحتاج إلى أن صاحب الشركة يكون حاضر، لأننا هنا كنتحدثوا على عقد امتياز، وعقد الامتياز كيشبه العقود الخاصة وخا فيه واحد الجانب ديال العقود الإدارية، بمعنى كيخضع للقانون الالتزامات 230 اللي كيقول بأن العقد شريعة المتعاقدين. فبالتالي راه ما يمكنش نتخذوا مجموعة من القرارات إلا بالتعاقد وبحضور صاحب الشركة واش عنده أصلا أنه استعداد ديال أنه يلتزم بمجموعة من الشروط. كاين واحد الملاحظة شكلية على مستوى المشروع ديال الملحق المتعلق بالتمديد. في الديباجة ما كاينش أي مرجع قانوني. إذا مشينا للديباجة ديالو كاين بناء على الاتفاقية رقم 1/2005 وهذا ماشي مرجع، ثم بناء على طلب الشركة وهو أيضا ماشي مرجع، فبالتالي ما كاينش مرجع قانوني. سيد الرئيس، حنا في هذا المجلس جينا باش ندافعوا على المصلحة العامة، وجينا باش نحسنوا الخدمات ديال المرافق العمومية وفي مقدمتها المرفق ديال النقل الحضاري. فأدعو إلى مزيد من النقاش ومزيد من التدقيق، لأن الأصل هو الدفاع عن مصلحة الجماعة. وشكرا.